لكل طريق هناك دليل. سنوات كنت إمام لأحد الجوامع، وكان عندي في الجامع حلقة تحفيظ قرآن ابتدائي ومتوسط وثانوي. اسمعني وأنا أختم لقائي واسمع هذه القصة، كم ربتني هذه القصة. عندي هذه الحلقة وعندي طلاب الابتدائي، في طالب في 5 ابتدائي عمره 10 سنوات. هذا الطالب مميز في حفظه، كل يوم يحفظ وجهين 3 أوجه، يحفظ 10 أجزاء عن ظهر قلب. قولوا ما شاء الله. يحفظ 10 أجزاء زي ما يحفظ اسمه. يوم من الأيام بعد صلاة العصر ناديت هذا الشاب، هذا الطفل، هذا الصبي اللي عمره 10 سنوات، قلت له علي تعال. جاني علي، جلس قدامي في المحراب. أنا أبغى أزرع في قلب علي كيف يعظم الله في القرآن، كيف يتأمل الآيات، كيف تحركه القرآن والمواعظ، كيف يبدأ يعيش الآيات منهج حياة في حياته الدنيا. بديت أسأل علي وأقول له يا علي ما شاء الله حافظ 10 أجزاء من الناس إلى سورة العنكبوت، معقولة يا علي ما في آية هزتك، ما في آية تدبرتها وتمعنتها، ما في آية حركتك يا علي؟ إيش جواب ذاك الطفل اللي 10 سنوات في 5 ابتدائي؟ إيش تتوقعون جوابه؟ قال لي إلا والله يا شيخ، والله في آية قرأتها وقف شعر جسمي مع هذه الآية، أتأمل هذه الآية، والله في آية جننتني هذه الآية يا شيخ، أتأمل وأتدبر هذه الآية وأتساءل عن هذه الآية. يا الله، طفل تحرك آية في كتاب الله، أما تحرك قلوبنا يا أبناء 20 و30 و40 و50 سنة؟ طفل هزت كيانه آية، أوقفت شعر جسمه آية، تدبرها فحركت قلبه وتمعن في هذه الآية، وأخذ يقول لي تلك العبارات التي سكبت منها العبرات، يقول لي إلا والله يا شيخ، والله إن في آية وقف شعر جسمي معها. قلت له علي وش الآية؟ عطني الآية يا علي، إيش الآية يا علي؟ قال يا شيخ في سورة ياسين، يا شيخ في سورة ياسين قول الله جل وعلا، اسمعها بقلبك أخي الغالي. حركت علي واليوم بتحركني أنا وإياك. يقول في سورة ياسين قول الله جل وعز، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يقول لي علي ببراءة الطفولة يا شيخ الله يقول يختم على أفواههم تكلمنا أيديهم. شيخ اليد بتتكلم، طيب إيش بتقول لله؟ إيش بتقول لله؟ طيب شيخ من أي مكان تتكلم اليد؟ قلت له علي حبيبي الغالي، والله يجي يوم القيامة يختم الله على فمي وعلى فمك وتتكلم يدي ويدك. أخي الغالي اللي تسمعني، يبي يجي ذاك اليوم اللي تنطق يدي ويدك. كم رابط فتحت، كم رابط أرسلت، كم ريموت قلبت في قنوات وكاسيات عاريات، كم بكت دخان فتحت وسجارة كنيت، كم كيس حكرة ونشوب وشمة فتحت، كم شريط أغاني شغلت ورفعت، كم عادة سرية فعلت. يدك يجي ذاك اليوم اللي تخونك أخي الغالي أختي المبارك، يجي ذاك اليوم اللي تتكلم، إيه بتتكلم، روابط فتحت، بلاك بيري ورقمت وسويت وفعلت. والله يبي يجي ذاك اليوم اللي يدي ويدك تتكلم وتنطق فيه. يجي ذاك اليوم اللي سمعي وبصري وسمعك وبصرك يتكلم وينطق بكل ما فعلت وكل ما اقترفت. لا تحسب القضية سهلة أخي الغالي، لا والله، لا والله. ينتظرنا يوم عظيم، ينتظرنا وقوف بين يدي الله جل وعلا. أما آل لقلوبنا أن تتعلق